اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني خالص. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل كيكه الحليب التركي. كيكه حلوه قوي بتبقى غرقانه في اللبن كده. هنعمل لها ان شاء الله باذن الله 3 طبقات، طبقه كراميل بقى وطبقه كريم شانتيه، وطبعا هي كمان هنسقيها باللبن فبتبقى طعمها حلو قوي ومميزه. ان شاء الله باذن الله هتعملوها لضيوفكم يا حبايب قلبي، وان شاء الله باذن الله تنجح معاكم من اول مره. معانا المقادير بتاعتنا، وان شاء الله باذن الله دايما بيوت أمة محمد أجمعين تكون عمرانة بالخير، وكل المقادير تبقى موجودة في بيوتنا كلها إن شاء الله بإذن الله. حبيب قلبي مقاديرنا سهلة وبسيطة. معايا كده أنا استخدمت المج ده مج لبن، ومعايا كده مجين دقيق أنا نخلته، ومعايا كده مج ونص سكر، وأربع حبات بيض. وطبعا البيض بتاعنا لأي كيكة لازم يكون بحرارة الغرفة. ومعايا 4 معالق زبدة كبار، ونص مج زيت، ومعايا معلقة فانيليا، ومعلقة بيكنج باودر، ورشة ملح صغننة خالص بس مش أكتر من كده. نجيب بقى الخلاط. طبعا لو هنستخدم المضرب الكهربائي عادي حبيب قلبي، الخلاط عادي مفيش اي مشاكل خالص. حتى لو هنستخدم المضرب اليدوي مفيش اي مشاكل. هنجيب بقى كده الخلاط. حاجه يا حبيب قلبي، هننزل بقى كده بالاربع حبات بيض كده، بسم الله. وهننزل بقى كده السكر، مج ونص سكر، والفانيليا، والزيت. هنضرب بقى الخليط ده كده مع بعض لغايه ما يبقى فاتح خالص وكريمي كده حبيب قلبي، مع بعض خطوه بخطوه. دلوقتي حبيب قلبي انا ضربت بقى الخليط لما وصل للون دوت، اللون الفاتح والكريمي دوت. وهنعمل بقى اول حاجه بقى دلوقتي، هننزل بقى بكوبايه اللبن، بسم الله بالشكل دوت. وهننزل بقى ايه، الزبده، 4 معالق زبده. هناخد بقى كده اللبن والزبده نحطهم بقى على النار كده يا حبيب قلبي، احنا عايزينهم بقى يغلوا مع بعض. وده شكل الخليط بتاعنا يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين، فاتح خالص وكريمي كده. ضربنا بقى يعني حتى لو بالمضرب الكهربائي لازم نضرب لغايه ما نوصل للقوام ده. هننزل بقى الخليط كله كده كده يا حبيب قلبي. وهننزل بقى كده الدقيق بتاعنا بالتدريج بقى كده ونقلب. طبعا اول ما نزلنا بقى الدقيق هننزل بمعلقه البيكنج باودر، معلقه كبيره. هنقلب بقى كده بالراحه، ننزل الدقيق بتاعنا بالتدريج مع التقليب بقى. ده شكل الكيكه يا حبيب قلبي، بتكون طبعا تقيله بالشكل دوت. طبعا اللبن بتاعنا غلى بقى، هو والزبده. هننزلهم بقى على الكيكه، وطبعا مش يعني لما ننزل باللبن السخن ده مش هنبوظ البيكنج باودر ولا اي حاجه. طبعا الكيكه بتاعتنا كده هي احنا اساسا قلبناها، مش لسه هنحط البيكنج باودر. هننزل بقى الحليب كده، طبعا هو سخن زي ما هو كده بالشكل دوت، هو والزبده. بعد كده نخلط بقى الكيكه بتاعتنا كويس خالص حبيب قلبي. وده قوام الكيكه بتاعتنا، شايفين بقى حلوه خالص ازاي؟ خلطناها بقى حلو خالص، وما نخافش وما نقلقش ان شاء الله باذن الله. احنا مش بنبطل بقى مفعول البيكنج باودر ولا اي حاجه، احنا خلطناه مع الكيكه الاول فكده تمام خالص. معايا بقى كده صينيه دهنتها بقى كده بالزيت، بزبده باي حاجه، وحطيت لها ورقه زبده بالشكل ده. ونسوي الورقه بقى عشان الكيكه بتاعتنا تطلع مظبوطه. وننزل كده بالخليط بتاعنا بقى بسم الله كده يا حبيب قلبي. كده تمام، ريحتها حلوه قوي وطعمها ان شاء الله باذن الله هيكون احلى. هنعملها يعني حاجه تشبه القشطوطه كده بالظبط، نفس الطعم وكل حاجه. نزلنا بقى خليط الكيك يا حبيب قلبي، معانا بقى كده خله هنسويها كده عشان ما نخبطهاش ولا اي حاجه، عشان ما نخرجش بقى اي هوا. لو اي هوا فيها نخرجه بالشكل دوت كده يا حبيب قلبي، مش اكتر من كده. الفرن بتاعنا على حراره 180 رف اوسط يا حبيب قلبي، مش اكتر من كده. هندخلها بقى وايه، وهنتابعها كده ان شاء الله باذن الله. هنعمل لها برضه اختبار مع بعض كده خطوه بخطوه. خرجنا بقى الكيكه يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين. وطبعا علشان خاطر نختبر الكيكه بتاعتنا ما نجيش عند الحروف، عشان طبعا الحروف اول حاجه بتستوي لازم القلب كده يا حبيب قلبي.
طبعا الخله بتاعتنا خرجت مفيش اي حاجه خالص اهي، والكيكه بتاعتنا حلوه خالص. وطبعا لما حطينا اللبن سخن ما يعني على البيكنج باودر ما تاثرش ولا اي حاجه. وطبعا اوريدي بقى احنا حطينا البيكنج باودر وخلطنا الكيكه بتاعتنا عادي خالص، فلما حطينا اللبن يعني احنا كده دخلناها للسوا عادي خالص، والنتيجه بتاعتها روعه خالص. هنروح بقى نجيب اللبن بتاع السقيه بتاعتها ونسيبها تبرد، ونعمل الكريم شانتيه وكمان الكراميل مع بعض خطوه بخطوه. دلوقتي حبيب قلبي بقى هنعمل الكريم شانتيه بتاع الكيكه بتاعتنا. وطبعا انا خرجت الكيكه من الصينيه سبتها تبرد شويه، حطيتها على صينيه عشان تبرد معانا. وده شكلها بقى، وطبعا شايفين السوا، انا لسه ما شلتش بقى ورقه الزبده ولا حاجه، السوا بتاعها حلو قوي ولونها جميل خالص. هنعمل بقى كده الكريم شانتيه. انا معايا 2 باكت كريم شانتيه طبعا بالسكر دوت مش خام. معايا بقى كده فنجان ميه، انا هحطه بالتدريج مش هحطه كله، وطبعا الميه بتاعتي فيها تلج. هضرب بقى كده الكريم شانتيه حبيب قلبي. دلوقتي حبيب قلبي انا ضربت بقى الكريم شانتيه زي ما انتم شفتوا كده. انا المج الميه بس اخدته وكان في قلبه تلج، وحطيت كده 2 باكت كريم شانتيه بالشكل ده. اخدت ميه لحد ما تقل معايا، وده القوام اللي احنا عايزينه، مش عايزينه خفيف. هنحطه في الفريزر بقى ونجيب الكيكه بتاعتنا عشان نسقيها بقى كده بسقيه اللبن الحلوه اللي هنعملها. دلوقتي حبيب قلبي بقى هنسقي الكيكه بتاعتنا. طبعا انا سبتها بردت اهيت. هنقطعها بقى كده. انا عايزه اشيل الوش بتاعها دوت كده، مش هنشيل كتير ولا حاجه، هنشيل بس عشان لما نيجي نشربها تبقى ايه كويسه، يعني هي السمك بتاعها حلو. هنشيل الوش كده، نشيله في طبق. وش الكيكه كلها بقى هنشيله بالشكل دوت عشان نسقيها بقى سقيه حلوه خالص. شلت بقى وش الكيكه يا حبيب قلبي بالشكل دوت عشان لما نيجي نسقيها بقى سقيه اللبن بتاعتها تشربه بقى وبتبقى حلوه كده. ومعايا بقى ايه اللبن، انا معايا 3 كوبايات لبن انا غليتهم. لو هتستخدمي اللبن المبستر ما تغلوش يا حبيبتي ولا حاجه، انا جايبه اللبن من الملبنه وكده فعشان كده غليته. ومعايا كده معلقتين كبار حليب مكثف محلى. هننزل بقى كده. لو مفيش لبن اللي هو المكثف المحلى ده بنحط 4 معالق لبن بودره، وبنحط معلقه سكر كبيره او معلقتين بقى. يعني السكر ده هنسيبوه طبعا لحضراتكم على حسب الذوق، يعني في ناس بتحب الحاجه مسكره قوي، في ناس بتحبها مظبوطه كده يا حبايب قلبي. يعني نحلي بقى كده، ندوب بقى الحليب المكثف مع اللبن. هننزل بقى على الكيكه، نعمل بقى تشريبه للكيكه كده. طبعا انا شايفه ان 3 معالق حليب مكثف مع اللبن حلو خالص. لو مفيش هنحط اللبن البودره هيبقى حلو برضو مع السكر. و3 كوبايات لبن حلو خالص كده. نعمل له بقى تسقيه حلو خالص كده تمام. سقينا الكيكه بتاعتنا يا حبايب قلبي بالشكل دوت، والشكل بتاعها حلو خالص. وشايفين بقى كده غرقانه في اللبن وريحتها حلوه قوي وطعمها ان شاء الله باذن الله اجمل. هننزل بقى الكريم شانتيه كده، طبعا عاملينه بقى ماسك نفسه كده عشان ايه الطبقه الاخيره اللي هنعملها بتاعت الكراميل. هننزله بالشكل دوت، نتعامل بالراحه يعني كده. هنخلي بقى جزء بسيط خالص كده للزواق في النهايه، وهنوزع ده كده بقى. معانا مقادير بقى الكراميل يا حبيب قلبي. معايا كده كوبايه سكر، ونص كوبايه ميه، وكوبايه لبن صغننه مش كبيره، ومعلقتين زبده، ومعلقه نشا كبيره. واول حاجه هنبدا بيها بقى هناخد كده النشا. هننزل بقى معلقه النشا الكبيره ديت في الميه كده.
دوبنا بقى معلقه النشا في نص كوبايه الميه حبيب قلبي بالشكل ده. هناخد بقى السكر كده نكرمله معانا بقى كده صينيه حبيب قلبي، وهننزل بقى بالسكر اللي نيجي يمه خالص كده. لما يبدا ياخد لون كده ويتكرمل هنبدا نقلبه. معلش بقى طبعا زين عامل لكم ازعاج المره دي، معلش يا حبيب قلبي، ربنا يخلي ولادنا كلهم يا رب ويفرح قلوبنا بيهم ان شاء الله. طبعا ما قلبتش ولا اي حاجه، كل شويه بس بدي هزه كده للصينيه بتاعتنا، وهنديها بقى تقليبه. طبعا هو دلوقتي بدا ياخد لون، يا ريت يعني ناخد بالنا عشان ما يلسعش مننا ولا حاجه. ده اللون حلو خالص. هنقلبه بقى كده لما يتكرمل معانا يا حبيب قلبي كده تمام. لما يدوب بقى كل السكر كده وناخد اللون الحلو دوت. اول ما وصلنا بقى للون ده يا حبيب قلبي هننزل كده بمعلقه زبده، وهنديها بقى تقليبه على طول علشان خاطر ما يتحرقش معانا كده. اهم حاجه ايدينا تكون في الكراميل، عشان الكراميل في لحظه بيروح لونه في مكان تاني خالص، واحنا عايزين كراميل حلو فاتح مش غامق. نجيبه بقى كده، وبعد كده هننزل كوبايه الميه طبعا اللي احنا مزودها، نص كوبايه الميه اللي بالنشا، معلقه النشا. طبعا هيتكتل مننا بالشكل ده، مفيش ولا اي حاجه خالص، عادي هنتعامل بقى بالراحه كده. واخر حاجه هننزل بيه ماشي يا حبيب قلبي كده. هننزل بقى بكوبايه الحليب كده بالتدريج، وهنقلب بقى كويس خالص لغايه ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه كده بالشكل دوت تقليب. خلصنا بقى كده يا حبيب قلبي. اول ما نوصل للقوام دوت زي ما انتم شايفين كده، فنعمل كده بايدينا. طبعا الخط مراحش كده ولا كده، مظبوط. فكده الكراميل بتاعنا تمام. هنطفي عليه بقى كده ونسيبه يهدى بس بسيط خالص كده، وبعد كده نحطه بقى على الكيكه بتاعتنا. ننزل بقى بطبقه الكراميل يا حبايب قلبي على الكيكه بتاعتنا وعلى الكريم شانتيه. وطبعا انا سبتها هديت شويه عشان خاطر ما ينفعش انزلها عليها سخنه يعني وكده، عشان خاطر وعامه يعني الكريم شانتيه كل ما كان كويس كل ما يكون احسن. يعني هنوزعه بقى كده. انا لسه معايا، هنزل بقى الكميه كلها وبعد كده نوزعها بقى الكراميل. نزلنا بقى طبقه الكراميل يا حبيب قلبي، وهنيجي بقى كده. طبعا معايا بقى شويه كريم شانتيه حطيتهم بقى في كيس حلواني اللي هو البلاستيك. وهنيجي بقى كده وناخد ايه خطوط بالشكل دوت كده. طعمها حلو قوي وريحتها جميله وتحليه سهله وخفيفه، ما خدتش اي وقت. وطبعا لعشاق بقى الكراميل والحليب، طبعا غرقانه في الحليب. عملنا بقى كده خطوط يا حبيب قلبي على الكراميل من نفس الكريم شانتيه. هناخد بقى كده معانا خله من بتاعه الشيش طاووق، هناخد بقى كده كده. نفضل بقى رايحين كده ونيجي كده نروح كده بالشكل دوت، نروح ونيجي. اوعوا تروحوا ما تجوش. طريقه سهله وخفيفه وطعمها جميل وشكلها احسن كمان، شكلها حلو قوي. ايه رايكم بقى؟ حاجه كده عظمه بجد بجد عظمه، تستاهل التجربه. خفيفه وجميله وتشرفك في اي عزومات، تتعمل بقى في اعياد الميلاد، تتعمل بقى في يعني سهره حلوه كده مع اولادك كده يا حبيبه قلبي. خفيفه وجميله خالص، اتمنى تجربوها ان شاء الله. انا هدخلها التلاجة، المفروض تقعد ساعتين بس، طبعا كل الجمهور عمال يقول لي نص ساعه بس. هندخلها نص ساعه وبعد كده نشوف النتيجه. خرجناها بقى يا حبايب قلبي كده من التلاجة. انا قعدتها نص ساعة بس. ممكن نعملها من بالليل بقى ونكيسها ونحطها كده في التلاجة لتاني يوم بستريتش طبعا. بس يعني الصينية بتاعتي طلعت صغننة شوية، ما خدتش يعني واخدة بالظبط الطبقات بالظبط. ممكن نكبر الصينية شوية عشان طبعا الثلاث طبقات اللي احنا حطيناها. انا قعدتها نص ساعة بس المفروض تقعد ساعتين عشان تاكليها بقى كيكة حلوة. وطبعا الجو صعب بقى وناكلها ساقعة كده، وطبعا هنستلذ بقى باللبن اللي ايه الكتير اللي فيها والطعم الحلو ده. هنقطعها بقى كده مع بعض بسم الله كده. لا بقى كده هنخرج بقى كده. انا قطعت بقى الصينيه بتاعتي، هنخرج حته بقى بالشكل دوت. الصينيه
هاخدها بقى كده كده يا حبايب قلبي. طبعا شايفين حلوة قوي شكلها حلو. ننزلها بقى كده شايفين كده. طبعا شايفين شكل الكيكه بقى حلوه خالص وطعمها جميل وريحتها حلوه، تستاهل بجد بجد التجربه. يعني غرقانه في اللبن. لكم معلقه كمان عشان اوريكم. بصوا بقى غرقانه في اللبن، كيكه دايبه دوب كده وطعمها حلو قوي وريحتها حلوه، تستحق التجربه بجد. بقى يا حبيب قلبي وخلصناها ما خدتش اي وقت خالص وطعمها جميل وبجد بجد تستحق التجربه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده قوامها حلو قوي وكمان كريميه وحلوه خالص، يعني سايحه بقى كده في اللبن، سايحه ونايحه كده في اللبن وطعمها حلو خالص وبجد بجد لعشاق اللبن. وطبعا هناكلها بقى ساقعه فطبعا حلوه قوي في الجو دوت. ان شاء الله باذن الله تعملوها يا حبيب قلبي وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب يا رب. كل حاجه انا بقدمها تكون حلوه واكون ضيفه خفيفه يا حبيب قلبي. طبعا زين من لخبطني خالص، طبعا زين صوته غالب صوتي يعني شايفين كده مش هينفع خالص. ان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ وجودي يا حبيب قلبي، افكار جديده وان شاء الله باذن الله هنعمل حاجات كتير حلوه مع بعض يا حبيب قلبي. كل اللي انا بتمناه من ربنا هو دعمكم ليا ومحبتكم ليا، اشتراكاتكم الجديده ولايكاتكم الجميله وكلامكم الحلو. اشوفكم على خير يا حبيب قلبي وكل يوم جديد في مطبخ وجودي. باي.